السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ التفاعل على الصفحة بتاعتك هو من أهم الحاجات اللي لازم تهتم بوجودها وزيادتها بصفة مستمرة، لأن أي عميل داخل على الصفحة بتاعتك عايز يشتري منتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها ويبدأ يشوف كمية التفاعل اللي عندك، فهو لوحده هيبدأ يحس بمصداقية وثقة كبيرة جدا. لو بالنسبة له بص كمية الناس اللي اشتروا مني قبل كده قد ايه، والناس اللي تفاعلوا عندي قد ايه، كمية كومنتات وكمية لايكس هتخليه هيبقى عايز هيشتري منك بكل ثقة وهو مطمن. بالمعنى الطبيعي هيقف في الطابور، حتة انه يقف في الطابور دي وهو مطمن لانه شاف ناس كتير واقفين في نفس الطابور وبيشتروا، ده من كمية اللايكس والكومنتس اللي عندك، وطبعا الريفيوز اللي المفروض تبقى كويسة موجودة على الصفحة بتاعتك وانت بتنزلها اول باول. فده اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه النهاردة، ازاي تزود التفاعلات على اكونت الفيسبوك بتاعك عن طريق الاعلانات الممولة. فهنتكلم النهاردة امتى تحتاج تعمل اعلان تفاعل، ولما تحب تعمله وتبقى محتاجه تعمله ازاي بالظبط عشان توصله لانجح طريقة ممكنة. فعلا من غير كلام كتير قبل الانترو تبدأ، انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناة، وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدأ الفيديو. بص يا سيدي، هتخش على صفحة الفيسبوك بتاعتك وتيجي من الجنب من هنا، سواء هتلاقيها فوق زرار مدير الاعلانات ده او هتضغط على ارض المزيد فتلاقيه، تضغط على زرار مدير الاعلانات وتبدا تخش عليه. هتلاقي الشكل ده فتح قدامك، تيجي هنا على زرار انشاء ونضغط عليه، ونبدا ننزل هنا عند المكان بتاع التفاعل ونضغط على زرار متابعة. هيقول لك هنا انت عايز اعلانات موصى بيها، لا خلينا حمله يدويه هنمشي فيها مع بعض عشان نقدر نطلع منها احسن نتائج ممكن. هتفتح معاك الصفحه بالشكل ده، بس انا مش عايز اخدك وادخلك على طول في خطوات عمل الاعلان، انا عايز افهمك امتى اصلا بتحتاج تعمل اعلان تفاعل، لان الموضوع فيه حاجتين اساسيين عشان تبقى عارف امتى تحتاج اي واحده فيهم عشان تشتغل عليها. اول حاجه، لو انت عندك بوست معين او منتج معين عايز تبدا تعمل عليه اعلانات رسائل، عايز تزود الاوردرات اللي فيه وتبيع كميات كبيره، فمن الاسرار والتركات اللي الناس اللي لحد ما محترفه شويه بيقدروا يعملوها ان هم يشغلوا اعلان تفاعل على البوست بتاع الرسائل ده لمده من 2 ل3 ايام قبل ما يبدا يخش في مرحله الرسائل، علشان اول ما ينقلوا من التفاعل للرسائل الناس اللي هيبداوا يبعتوا رسائل يلاقوا اصلا في تفاعل كبير جدا من ناحيه الكومنتات او من ناحيه الرياكشنز اللي هي اللاف والحاجات والشير، فيبقى عندهم ثقة في المنتج اللي بيتباع. ايه ده، في ناس كتير متفاعل عليه، ده في ناس كتير سألة، ده في ناس كتير عجبوها وعملوا لايك وعملوا لاف على المنتج ده، فبالتالي هيبقى في ثقة ومصداقية اكبر، وهيخليهم عندهم الحماس ان هم يطلبوا المنتج ده، حتى لو هم الى حد ما كانوا قلقانين او خايفين ان هم يطلبوه هيديلهم الدافع ان هم يطلبوه بدون تردد كبير. فدي اول حالة تبدأ تستخدم فيها اعلان التفاعل علشان تحسن كمية الرسائل اللي هتجيلك. هتصرف في الاول مبلغ مش كبير قوي، 200 300 جنيه بالكتير، بس صدقني هيفرقوا معاك كتير جدا في كميه الاوردرات اللي هتجيلك من المنتج ده. تمام، دي اول حاله، انك تزود تفاعل كبير جدا على بوست في حد ذاته علشان بعد كده تدخله من تفاعل لرسائل. تاني حاجه وهي ان انت لو بتقدم خدمه او منتجات كتير جدا في الصفحه بتاعتك بشكل عام، فانت في الحاله دي انت مش عايز بوست في حد ذاته، انت عايز الصفحه بتاعتك بشكل عام تبقى كلها مليانه بوستات مليانه تفاعل، صح كده؟ يبقى انت في الحاله دي مش هتختار بوست واحد، لا احنا هنختار كميه بوستات كبيره جدا من على الصفحه بتاعتك، سواء الخدمه اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتبيعه. في الحاله دي هنبدا نعمل ايه؟ اول حاجه تبدا تسمي الحمله بتاعتك، وليكن ايه، هنسميها التفاعل على منشورات متعدده مثلا. تمام، ونبدا ننزل هنا ندوس على الزرار التالي، هخش على تاني مجموعة إعلانية، ومنها بدل زرار تطبيقات المراسلة هنخليه في إعلانك. إحنا عايزين التفاعل يبقى على الإعلان بتاعنا نفسه في حد ذاته، جميل كده؟ ومش عايزين نوع التفاعل بتاعنا مشاهدات على الفيديو، إحنا عايزين التفاعل على الإعلان نفسه، لاف ولايك وكومنتس وشير، صح كده؟ فنضغط عليه هنا ونختار التفاعل على المنشور. تعزيز فرص التفاعل من خلال المنشور ده اللي احنا عايزينه، لو ضغطت عليها هيوديك على كذا حاجة تانية، زيادة معدل الوصول اليومي الفريد، ده هيوصل البوست بتاعك لشخص واحد في اليوم مش اكتر من كده، يعني انت الشخص الواحد هيشوفه مرة واحدة مش هيشوفه اكتر من مرة. زيادة عدد مرات ظهور، ده معناه ان الشخص الواحد ممكن يشوفه 4-5 مرات. دي ليها استخدامات تانية نتكلم عنها قدام، بس في الحالة بتاعتنا احنا عايزين تعزيز فرص التفاعل من خلال المنشور، ان احنا نجيب اكبر كمية تفاعلات ممكنة. تمام، سواء بقى هيظهر مرة واحدة سواء هيظهر اكتر، المهم ان الفيسبوك هيجيب لنا اكبر كمية تفاعل من الفلوس اللي احنا هندفعها. بعد كده هتحدد الميزانية بتاعتك وهيبدأ امتى،
ونخش بعد كده في اقتراح جمهور عشان تبدأ تختار الاهتمامات اللي انت عايزها. والاستهدافات دي كلها احنا كنا شارحينها بالتفصيل الممل في فيديو طويل شوية، بس هيشرح لك كل حاجة من الألف للياء في الإعلان عشان تعرف تعمل إعلان ناجح في أيا كان المجال اللي انت عايز تعمله، رسائل، مشاهدات فيديو، تفاعل بالشكل ده. اتفرج عليه هيفرق معاك جدا ويحسن طريقة تصورك لطريقة مرور الإعلان علشان تطلع منه أحسن إنتاج ممكنة وأحسن مبيعات ممكنة. تمام كده؟ بعد كده نضغط على زرار التالي عشان في حاجة مهمة عايز أوريها لك، لأن الهدف من الإعلان مش مجرد بس إن هيجيب تفاعل، هو تفاعل بصورة أساسية، بس برضو إحنا هنجيب من وراه رسائل. اللي يجي منه رسائل يجي، بس كده كده هيجيب تفاعل. تمام كده؟ هتختار اسم الصفحة بتاعتك، لو عندك أكتر من صفحة تختارها، عندك صفحة واحدة هتبدأ برضو تختارها. نحدد مثلا منشور، وليكن مثلا هنختار المنشور ده، وبعد كده هضغط على زرار المتابعة. هتلاقي هنا في زرار مثلا اضاف بتاع واتساب، ده علشان يجيلك رسائل. فمش هيبقى الهدف بس الوحيد من البوست بتاعك او اعلانك ان انت يجيلك بس التفاعل، لا انت هيجيلك رسائل، ممكن واتساب، ممكن تبعت تخليه ماسنجر، ممكن انستجرام دايركت، حسب المنصه اللي انت شغال عليها. بس اقصد ان انت لازم برضو تهتم بشكل البوست بتاعك، الكلام اللي مكتوب. طبعا الكلام ده مينفعش يبقى بالشكل ده. في مقالة مهمة جدا جدا عن طريقة كتابة المحتوى التسويقي، هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. هتلاقي كان فيها PDF نزله، والله العظيم هتستفاد منه جدا 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 عشان تقدر تكتب نص تسويقي جذاب من ناحية الهوك او الطريقة الخطافية لجذب العميل، او البودي، او طريقة اتخاذ الاجراء علشان تشد ان هو ياخد اجراء. هتلاقي كل ده متفصل في المقالة، هسيبها لك تحت صندوق الوصف في اول كومنت، هتعجبك جدا وهتستفاد منها قوي. المهم هتكتب كلام جذاب عشان يشد العميل بتاعك. بعد ما تقرا المقالة هتخلي فيه زرار عشان يرسل لك رسالة، فيبقى انت الهدف بتاعك انك هيجيلك اوردرات، بس مش ده الصفة الاساسية ومش ده الهدف الاساسي، لان انت كمان هيجيلك تفاعل. طب ده لو انا عندي بوست واحد، ده انا عايز اجيب منه اكبر كمية اوردرات ممكنة. طب لو انا عايز احط بوستات كتير او منشورات كتير على الاعلام في الاعلان بتاعي علشان يجيب تفاعل على حاجات كتير قوي في البيج، هنيجي هنا من الزرار اللي في الجنب ده نضغط عليه، وهتضغط على زرار انشاء اعلان. هتلاقي فيه انشاء، فهتلاقي فيه اعلان اتضاف لك كمان هنا واحد كمان، وتيجي برضو اختار الصفحة اللي انت عايز تشتغل من عليها وتنزل تحت وتضغط على زرار تحديد منشور عشان تحدد تاني منشور انت عايز تستخدمه. ممكن تاني وتالت ورابع، وكل مرة هتيجي بنفس الطريقة، تضغط وتنشئ اعلان وتختار المنشور التاني انت عايز تعمله. اختار كل المنشورات اللي انت عايز تزود التفاعل عليها على صفحتك علشان يبقى التفاعل زي بصفة عامة على الصفحة كلها. وبرضه ما تنساش تشوف الفيديو اللي قلت لك عليه، هيعرفك ازاي عامة تشتغل في المجاميع الإعلانية والإعلانات. هو فيديو ادفانسد جدا احترافي، هيخليك تشتغل أحسن من أي حد ممكن يعمل لك إعلانات، ده حرفيا اسمع مني. لما تبدأ تشتغل عليه هتخلص كل المجاميع الإعلان انت عايز تعملها، وبعد كده تيجي هنا على زرار نشر عشان تبدأ تنشر الإعلان بتاعك. هيبقى فاضل لك حاجة واحدة بس، وهي طريقة الدفع. برضو هسيب لك تحت في صندوق الوصف فيديو هيوريك ازاي تدفع عن طريق فوري بأقل مصاريف ممكنة وبأسهل طريقة. فشوف الفيديو هيفرق معاك جدا وهتستفاد منه. ولما تشوف الفيديو بتاع طريقة عمل إعلان احترافي والمقالة بتاعة التسويق بالمحتوى، هيخلوك إن شاء الله تقدر توصل للأسعار دي في التفاعل الواحد، أقل من قرش في كل تفاعل انت بتاخده، وهتلاقي نفسك بتوصل لنتائج تعتبر ببلاش، وهتتبسط بيها جدا وهتدعيلي ان شاء الله. بس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش هسيب لك مقالة كيفية كتابة محتوى تسويقي تحت في الكومنتات وفي صندوق الوصف، هي مقالة مهمة جدا لازم تبص عليها. وما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات، هبقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو عايز اي شغل ليه علاقه بالسوشيال ميديا او الجرافيك ديزاين او حتى التصوير، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.